خلونا في الفيديو ده نتكلم عن فيلم جوكر فوليا دو ونحرق في الاحداث براحتنا خالص. لو لسه ما شفتش الفيلم تقدر تشوف المراجعه اللي من غير حرق، هسيبها لك في الاي اللي فوق وفي الديسكربشن تحت لو مش حابب الفيلم يتحرق عليك. ولكن لو انت من الناس اللي شافوا الفيلم وما حبيتوش، حسوا فيلم سيء، الفيديو ده مناسب ليك. هحاول اوضح ليه انا شايفه فيلم عظيم، جايز يغير وجهه نظرك، جايز يخليك تشوف الفيلم بمنظور مختلف شويه وتحبه. مش هدفي اني اقنع حد، كده الفيلم واخد تقييمات سلبيه جدا وضعيفه جدا في كل حته، فمش فارقه خالص. ولكن هنحاول مع بعض نتامل في الفيديو ده ونشوف تود فيليبس كان بيحاول يقول لنا ايه. القصه ببساطه، بعد نهايه الجزء الاول ارثر فليك بيروح السجن بعد قتله لموراي في برنامجه على الهوا. موراي فرانكلين اللي بيمثل النظام الفاسد اللي الجوكر بيتمرد عليه. بنشوف المجتمع والسجن والمحكمه وهما بيحاولوا يحطموه ويدمروه ويكسروا فيه، تحديدا في شخصيه جوكر اللي جواه، لانها شخصيه عامله قلق مخليه المجتمع مقسوم، ممكن تحصل حرب اهليه. ولذلك المجتمع بيكسر في شخصيه الجوكر عشان يكسر الامل اللي موجود في النص التاني من الشعب اللي عاوز يثور ويغير جوثام الى الابد. المجتمع اقوى من ارثر فليك ومن الجوكر اللي جواه، لانه ببساطه شخص واحد. ولذلك لما بيتبعوا ناس كتير وبيؤيدوا افكاره وبيستخدموا العنف والشغب لفرض افكارهم، الجوكر بيكون اقوى وارثر فليك بينجح في اللي هو بيعمله. ولكن طبعا ارثر بيدخل السجن بيكون ضعيف جدا جوه، حتى لو عنده مؤيدين كتير، ولكن هم بره وهو جوه السجن هو ضعيف، ما يقدرش يحدث تأثير كبير، تأثيره محدود فقط بالناس اللي موجودين في السجن حواليه، اللي برضه مقسمهم لناس معاه وناس ضده. من اكتر الشخصيات المؤيده ليه في السجن كانت شخصيه ريكي، الشاب الصغير اللي زي الورد، اللي كان مقتنع بفكره جوكر من جواه تماما. وعبقريه الفيلم انه مخليه ولد صغير غلبان قوي عشان يخليك تتعاطف معاه، بينما اللي مش مؤيدين لجوكر في السجن عباره عن رجاله ضخام عمالقه مقرفين وحشين مجرمين قتالين قتله وصوتهم غليظ. واضح قوي الفرق بين الطرفين من منظور تود فيليبس. تاثير ارثر فليك محدود جدا لانه محبوس جوه السجن، مؤيدينه بره في الشوارع محتاجين قائد يكون معاهم. ومن هنا بتظهر شخصيه هارلين كوينزيل. ارثر محتاج حد من جوه السجن يدعمه ويشجعه ويقويه ويقول له جوثام محتاجاك ومحتاجه شخصيه الجوكر اللي جواك. تود فيليبس بيعبر عن ده بمشهد خرافي. هارلي بترسم بالروج بتاعها ضحكه على الازاز بحيث تخلي ارثر ياخد شكل الجوكر برغم قمع السجن ليه اللي منعه يحط ميك اب. هارلي وظيفتها انها تقوي شخصيه الجوكر جوه ارثر فليك، بتخليه يظهر اكتر لما بتقول له انها اتاثرت بيه وبالفيلم اللي عملوه عن حياته، وان هي كمان ولعت في شقه اهلها. ولكن لما شافت الفيلم وشافت شخصيه الجوكر حست انها مش لوحدها. الحاجه اللي بتخلي الجوكر يصحى اكتر جوه ارثر لدرجه انه بيقول لجاكي الضابط اللي معاه في السجن انه ندمان جدا انه قاعد ينكت قبل ما يقتل موراي فرانكلين، كان المفروض يموته الاول وبعدين يقول النكته. واضح ان هارلي كوين ليها تاثير كبير جدا في ظهور شخصيه الجوكر بشكل بارز داخل ارثر فليك، الحاجه اللي جاكي بيتضايق منها جدا وبيضربه على دماغه جامد وبيقول له انت لازم تاخد الادويه بتاعتك. طوال احداث الفيلم بنشوف 3 صراعات بيؤدوا الى تسلسل النهايه. صراع بين ارثر وهارلي كوين، صراع بين ارثر والجوكر يعني صراع نفسي، وصراع بين الجوكر والمجتمع الفاسد اللي حواليه. 3 صراعات بيدمروا حرفيا في شخصيه الجوكر جوه ارثر فليك. اول صراع بين ارثر وهارلي، ارثر بيكتشف ان هارلي كوين كذبت عليه وطلعت في الاخر دكتوره امراض نفسيه وجايه من عائله غنيه اللي هي تعتبر نموذج للمجتمع الفاسد اللي هم عايشين فيه. بنشوف مشهد ميوزيكال استعراضي تخيلي في دماغ ارثر ان هارلي بتموت شخصيه الجوكر اللي جواه، وعشان كده بيضعف جدا. ولكن هارلي بتزوره في السجن وبتشجعه من جديد انه يفضل قوي ويفضل محافظ على شخصيه الجوكر. بتقول له انا كدبت عليك عشان بحب شخصيه الجوكر دي ومؤيده ليها وكنت عاوزه ادخل عشان اشوفك. ده نوعا ما بيخلي ثقه ارثر في نفسه تعود مره اخرى وشخصيه الجوكر جواه تكون اقوى. ولكن من ناحيه اخرى نقدر نشوف ان هارلي كوين هي السبب في ضعف شخصيه الجوكر بداخل ارثر فليك، لطالما كانت بتحاول تسرق منه الاضواء، تسرق منه كاريزمته، تسرق منه ثقته بنفسه وتاخدها هي تحتفظ بيها لنفسها. بنشوف ده في نفس المشهد التخيلي واضح وهي بتغني انها بتحاول تاخد منه الاضواء، بتحاول تخلي التركيز كله عليها. واضح انها مش بتحب ارثر فليك قد ما هي بتحب شخصيه الجوكر اللي جواه، وكمان واضح انها مش بتحب شخصيه الجوكر قد ما هي عايزه تبقى هي نفسها الجوكر. بنشوف ده بشكل رمزي عبقري لما ارثر بيطلع الدخان من رئته بيدخلها جوه رئتها هي، كأن الجوكر بيطلع من جواه وبيدخل فيها. لما بيطلعوا هارلي من السجن ارثر بيسألها ليه، بتقوله لانهم شايفين ان ليك تأثير سيء على
عليا. هو في الحقيقة العكس، هي اللي ليها تأثير سيء عليه، هي اللي بتطلع الجوكر من جواه وبتخليه يظهر اكتر. هارلي بتحب الجوكر لدرجة انها لما بتزوره في الحبس الانفرادي وبيقرر ينام معاها بتحط اولا ميك اب على وشه وبتنام معاه، لانها ببساطة مش عايزة تنام مع ارثر، هي عايزة تنام مع الجوكر. الصراع التاني بين ارثر والجوكر، في صراع نفسي بيحصل بين الشخصيتين جواه، وده بنشوفه لما ارثر بيحاول يبكي ولكن الجوكر من جواه بيضحك، فبنشوف تضارب نفسي جواه بين الضحك والبكاء، مش بيقدر يسيطر عليه او يتحكم فيه. وكمان بنشوف ده في مشهد المحكمة لما بيستدعوا جاري بادلز صديق ارثر فليك المقرب اللي كان شغال معاه في الجزء الاول، وبيحصل مشهد حواري بينهم. بادلز بينجح فعلا انه يخلي ارثر يتعصب جدا، لان المفروض ان الجوكر مش فارق معاه شخصية بادلز، ولكن ارثر فليك فارق معاه بادلز جدا لانه صديقه المقرب اللي عمره ما اتنمر عليه، انه قصير، اللي بيحبه، اللي مهتم برأيه. فعلا بيخليه يدخل في حالة من الصراع النفسي مع نفسه، وده بيخليه اضعف، ولكن بيحاول يتماسك على قد ما يقدر عشان يكون قد ثقة هارلي والمؤيدين بتوعه. بنشوف ده في مشهد المحكمة، ارثر بيلاقي انهم عمالين يرغوا ويتكلموا كتير بلا بلا بلا، بيبص لهارلي بيعمل فيها بيتاوب بيتريق عليهم، وفي وسط كلامهم الكتير ده بيسرح في خياله، بيغني جوه دماغه اغنية استعراضية بيقول فيها The Joker is me، وبيتخيل نفسه بيضرب القاضي بالشاكوش بتاعه. لما ارثر بيفوق من الخيال الممتع اللي في دماغه ده وبيرجع للواقع الممل بيلاقيهم لسه بيتكلموا، بيجيب اخره خالص، بيقول لك فككم من الهري ده، انا بطرد المحاميه بتاعتي وهدافع عن نفسي. واحد من المؤيدين بيقول اتس اباوت تايم، يعني هي مساله وقت والجوكر هيرجع وهيفشخكم كلكم. وبالفعل قاعد يتكلم ويتمرد ومش فارق معاه اي حد. واخيرا الصراع الثالث بين الجوكر والمجتمع الفاسد اللي حواليه، اللي واضح انه مجتمع اقوى منه بكتير. جاكي والضباط اللي معاه في السجن بيقوموا بالاعتداء الجسدي والجنسي على ارثر فليك، ومش بس كده، جاكي بيخنق شخصيه ريكي الواد الغلبان حتى الموت بسبب الصراع النفسي بين ارثر فليك والجوكر، وبسبب الصراع بين الجوكر والمجتمع الفاسد، وبسبب الصراع بين ارثر فليك وهارلي كوين على شخصيه الجوكر. ارثر ما بيستحملش، الجوكر اخيرا بيموت. ارثر بيتخلى تماما عن شخصيه الجوكر، بيبدا يقول انا خلاص ما بقتش عاوز ابقى الجوكر بعد الان. مشهد تخيلي جوه عقله، ارثر بيمسح الميك اب، شخصيه الجوكر بتموت. تاني يوم في المحكمه بيقول لهم ما فيش جوكر، انا قتلت، انا وحش، خلاص انتوا كسبتوا، احنا اولاد 60 في 70. الحاجه اللي بتحبط جدا هارلي كوين وجميع مؤيدين الجوكر، هم مش قادرين يتفهموا المسؤوليه الجباره اللي شايلها على عاتقه وكل هذه الصراعات المميته اللي طالبينها منه. ولما بيستسلم وبيقول خلاص مفيش جوكر بيخونوه، يعني مش بس حتى انت استسلمت، لا انت خاين. طبعا بنتفاجئ ان حد من مؤيدين الجوكر بره المحكمه بيفجر عربيه عشان يفتح فتحه في المبنى، وفعلا ارثر بيهرب من السجن وهارفي دينت نص وشه بيتشلوح. اتنين من مؤيدين الجوكر بيساعدوه يهرب، ولكن هو نفسه بيهرب منهم لانه عارف انهم مش بيهربوه هو على قد ما بيهربوا شخصيه الجوكر اللي جواه، القائد المخلص اللي هم محتاجينه. ما يعرفوش ان الجوكر مات، ولذلك ارثر بيهرب تماما من المسؤوليه دي، لدرجه ان هم بيجروا وراه، واحد بتخبطه عربيه، التاني لسه بيجري وراه، فكس لصاحبه خالص. المهم شخصيه الجوكر ما نسيبهاش، وممكن مثلا نتخيل اصلا لو ان صاحبه اللي اتخبط ده هو نفسه هيقول له سيبك مني، انا مش مهم، روح اجري وراه، ده المسيا بتاعنا، ده المخلص. ارثر حاليا ما عندوش اي حاجه في حياته غير حاجه واحده اللي هي هارلي. بيروح للسلم اللي كنا شفناه في الجزء الاول اللي قريب من بيته، كان حاسس من جواه انها تكون هناك، بالفعل بيلاقيها هناك، بيعرض عليها، بيهربوا خالص من جوثام ومن الدوشه دي ويروحوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. ولكن بيتفاجئ انها بتقول له نهرب، نروح فين؟ تهرب انت اللي استسلمت وتخليت عن الجوكر، وانا ما كنتش بحبك انت، انا كنت بحب الجوكر. هارلي بتتحول هي لشخصيه الجوكر، بتطلع لقمه السلم وبتقول له مفيش بيبي ولا حاجه، كل ده شو انترتينمنت، وبتسيب البوليس بيجي وبيقبض على ارثر وبيرجعه تاني السجن، وهناك بيموت على ايد واحد من مؤيدين شخصيه الجوكر، بيطعنه في بطنه وبيرسم ابتسامه الجوكر على شفايفه، بيموته بنفس طريقه الجوكر، انه يقول له على نكته وتكون النكته هي انه يقتله، وفي الاخر يقول له you get what you fucking deserve، او انت تاخد اللي انت تستحقه. مين الضحيه في وسط كل هذا الهراء؟ ارثر فليك، الجسد الضعيف الهزيل اللي خلاص مش مستحمل كل هذه الصراعات، اللي كان بس شخص عادي او بيحاول يكون عادي، بيحاول يعيش حياه طبيعيه زي الناس، ما كانش عاوز اكتر من ان هو والبنت اللي بيحبها يهربوا ويعيشوا حياه هاديه مع بعض ويخلفوا عيل، ولكن بيكتشف ان هي اتخلت عنه بسبب انه اتخلى عن الجوكر. وبالفعل مجرد ما بيتم طعنه بيموت، بيتحول لكبش فداء. ومن هنا بس نقدر نقول انه بدأ عهد جديد، والجوكر
اتولد فعليا، اقتباس اخر من شخصية السيد المسيح في الانجيل زي شخصية نيو في افلام ذا ماتريكس وشخصية بول اتريديس في ثنائية دون. هي دي القصة اللي تود فيليبس كان عاوز يحكيها في الجزء الثاني، وهي دي الطريقة اللي حكى بيها قصته الميوزيكال او الاستعراضات عشان يخلق تباين بين الواقع الممل اللي عايش فيه ارثر والخيال الممتع اللي جوه دماغه. في ريفيوهات شفتها ناس مش عاجبها مشهد اغتصاب ارثر فليك، بيقولوا ليه المشهد ده موجود، مشهد صادم وجريء ومقهر قوي، احنا عارفين ان الفيلم ريتد ار ولكن ما كانش فيه احتياج للمشهد ده قوي. بالعكس يا جماعه، امال ايه السبب المقنع اللي ارثر فليك هيتخلى عن شخصيه الجوكر بسببه؟ لابد من سبب قوي. لو ما كانش المشهد ده موجود، لو مثلا ضربوه بس ما اغتصبوهوش وتاني يوم في المحكمه يقول لهم ما فيش جوكر، ما كنتش انت كمشاهد هتقتنع، كنت هتقول طب ما هو على طول بيتضرب، ايه الجديد، ايه اللي اتغير؟ فلا، كان مشهد مهم وله داعي وفعلا سبب قوي جدا يخلي ارثر فليك يستسلم ويتخلى عن شخصيه الجوكر اللي جواه. من ضمن الانتقادات برضو اللي الناس وجهتها للفيلم شخصيه هارفي دينت، انه مش واخد حقه، انه عباره عن محامي زيه زي اي محامي، وان ملوش لازمه في الفيلم وما عندوش كاريزما بتاعه هارفي دينت اللي متعودين عليها في افلام دي سي. الفيلم مش عن هارفي دينت، الفيلم عن ارثر فليك. هارفي دينت في الفيلم ده هو مجرد محامي من المحاميين الفاسدين بتوع جوثم. ما كانش عندي وقت اصلا اشوف هارفي دينت وهو بيدخل في انتخابات عمدة جوثم. مش دي القصه اللي تود فيليبس عاوز يحكيها، هو عاوز يركز على الجوكر او ارثر فليك. في ناس شايفه ان هارلي كوين ملهاش لازمه، امال مين اللي هيقوي ارثر فليك جوه السجن، ومين برضه اللي هيكون سبب في تدمير شخصيه الجوكر اللي جواه؟ في ناس شايفه ان ليدي جاجا موجوده بس وخلاص في الخلفيه في المحكمه مثلا واقفه وخلاص ما بتعملش حاجه، وقوفها في المحكمه كافي قوي شخصيه الجوكر جوه ارثر فليك، وده اللي محتاجينه، مش عايزين اكتر من كده. هتعمل ايه يعني؟ نجيبها تتخانق مع القاضي شويه؟ هي مالها؟ كل الانتقادات على الفيلم موجوده فقط في ليدي جاجا والاغاني والميوزيكال، وان الفيلم فيه مشاهد ملونه كتير، مش كئيب وسوداوي زي الجزء الاول. محدش بينتقد القصه، محدش بينتقد الثلاث صراعات في شخصيه ارثر وتاثيرهم على شخصيه الجوكر اللي جواه، ومن ثم تاثيره على علاقته بالبنت اللي بيحبها وعلى حياته هو شخصيا. انا في رايي شايف انها قصه عظيمه واتحكت بشكل سينمائي موسيقي جميل، واداء تمثيل خرافي من واكين فينيكس، ونهايه من اعظم واجرأ ما يمكن. مش شايف عيب واحد حتى في الفيلم. ما زال تقييمي ليه زي ما قلت في المراجعه اللي من غير حرق 10 من 10. اتمنى لو اني اضفت حاجه جديده لمنظورك كشخص كاره الفيلم. لو حاسس ان الفيلم برضه ما زال لسه مش عاجبك، اسف اني ضيعت وقتك، لنتفق الا نتفق. انا بس زعلان ان تود فيليبس ما خدش التقدير اللي يستحقه. انا شايف انه بذل مجهود جبار وعمل فيلم حلو، ولكن لابد انه هيتفاجئ جدا بالانتقادات دي، وممكن يفقد الثقه بنفسه تماما ويقول خلاص لا، ده فيلم فعلا سيء وما عجبش الناس ومش هعمله تاني او مش هعمل حاجه شبهه تاني، في حين ان انا شايفه فيلم عظيم، قصه عظيمه واتحكت حلو جدا، واتمنى اشوف زيها كتير. ده كل اللي كنت عاوز اقوله في الفيديو ده. قولي رايك في الكومنتات، يهمني رايكم جدا لانه فيلم مثير للجدل. وما تنسوش لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واشوفكم في اللي بعده.